باب الواد اليوم والجزائر كلها تشكر من مات يوما يشد يد أخيه. يعطيهم الصحة يا اختي لي فولونتير هادو اللي جاو و سا بروف لي بوبل الجيريان سوليدار. ربما يصفهم البعض بعدم الوعي أو قلة المسؤولية، ما يشكل عنهم صورة سلبية داخل المجتمع، ولأن بعضهم قد لا يرضيه القليل ولا الكثير، لكن الواقع يعكس شباباً مثابراً صمتهم عنوان عزيمتهم وتفانيهم في أداء دورهم الوطني. أزمات الجزائر وأفراحها كشفت عن تأهب الشباب لأي ظرف، فيضانات، زلازل أو حملات تضامنية هرع فيها الشباب للمساعدة دون تردد لساعات طويلة، وربما لأيام على حساب ضروريات الحياة. وقفوا سنداً قوياً وقفة رجل واحد في اللحظات العصيبة، وكانوا صانعين فاعلين للمناسبات السعيدة. ونخدموا نديروا الذراع في الذراع، ولازم ترجع الاخوه الجزائريين، كون ما نكفوش حنا ونبنيو البلاد هذه، واحد لا يوقفوا علينا، واحد لا يوقفوا علينا خويا، لازم نديروا اليد في اليد ونبنيو البلاد، وان شاء الله الخير والازدهار للجزائر ان شاء الله. شباب وإن اختلفت مشاربهم وتوجهاتهم، فإن ما أبدوه ويبدونه في عديد المناسبات يقوي الأمل في انتظامهم مع الصفوف الأولى لتحقيق التطلعات في الحاضر والمستقبل.